لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اجعلها شعارك ودثارك، ورددها ليلك ونهارك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا تستعجل يا أخي، ولا تقنط ولا تيأس، فأشد ساعات الليل سوادا هي التي يليها ضوء الفجر، وضوء الفجر آت لا محالة. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، سيرضيك، سيصبر نفسك وييسر أمرك ويشرح صدرك ويفرج كربك ويتولى شأنك. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا البلاء والألم والفقر والضيق والحزن والهم، إن احتسبت كل هذا فهو تكفير لسيئاتك ورفعة في درجاتك، وحسبك بهذا فضلا ومغنما. ثم تأتي البشرى فيقول سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهل يبقى في نفسك أيها المكروب، أيها المبتلى، أيها المهموم، أيها المريض، أيها الحزين، أيها الفقير، هل يبقى في نفسك شيء من الشك والتشاؤم واليأس بعد كل هذا؟ أبشر وثق بربك جل وعلا، فوالله سيأتي الشفاء بعد المرض، والنجاح بعد الفشل، والنصر بعد الهزيمة، وسيأتي الفرج بعد الكرب، وستأتي السعة والرزق بعد الضيق والضنك والفقر، وستأتي العافية بعد البلاء، وسيزول الغم. ولا تقنط أبدا، واصبر ولا تيأس، فإذا هبت رياح اليأس تموت القلوب وتجف الأرواح وتسقط النفوس، وتتحول الحياة إلى صحراء جرداء تجف فيها أنهار الحياة، ويذبل فيها الورد ويموت فيها النبات، ويتحول فيها الربيع إلى خريف تتساقط فيه الأوراق وتجف الأغصان. فإذا نزل غيث الأمل سالت أودية بقدرها، واهتزت القلوب وربت، وأشرقت الأرواح ورقت، واطمأنت النفوس وزكت.